الفيفا تفتح أخطر ملف تحكيمي في الكان، والأقجع يقود مواجهة قانونية تهز أروقة الاتحاد الدولي بعد أحداث النهائي المثيرة للجدل. شهدت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تطورا غير مسبوق بعدما تم تخصيص جلسة خاصة لمناقشة تداعيات نهائي كأس الأمم الإفريقية في ظل الجدل الكبير الذي رافق المباراة الأخيرة. الملف لم يعد مجرد نقاش قاري، بل تحول إلى قضية مطروحة على أعلى مستوى داخل الفيفا، مع إحالة تفاصيله أيضا إلى محكمة التحكيم الرياضي التي تواصل دراسة الوقائع من الناحية القانونية والتأديبية. وخلال هذه الجلسة حضر وفد مغربي بقيادة فوزي لقجع، حيث تم عرض حيثيات ما حدث داخل المباراة، خصوصا واقعة الانسحاب من أرضية الملعب عقب قرار تحكيمي مثير للجدل. النقاش داخل المجلس اتجه بشكل واضح نحو التأكيد على أن مغادرة الملعب دون إذن رسمي من الحكم تعد مخالفة صريحة للوائح الدولية، وهو ما قد يترتب عنه إجراءات صارمة في حال ثبوتها بشكل نهائي. هذا التطور منح الملف بعدا جديدا، حيث لم يعد يقتصر على احتجاج رياضي، بل أصبح قضية تنظيمية تمس قواعد الانضباط داخل كرة القدم العالمية، مع توقعات بأن تصدر قرارات حاسمة في المرحلة المقبلة. ملف الكان أمام محكمة التحكيم الرياضي واحتمال عقوبات ثقيلة يعيد رسم قواعد الانضباط في الكرة الإفريقية. تتجه قضية نهائي كأس الأمم الإفريقية نحو مرحلة أكثر حساسية داخل محكمة التحكيم الرياضية تاس، التي دخلت رسميا على خط دراسة تفاصيل الأحداث التي رافقت المباراة. الهيئة القضائية الرياضية تراجع كل المعطيات القانونية المتعلقة بقرار الانسحاب والاحتجاج داخل أرضية الملعب في ظل نقاش واسع حول مدى احترام القوانين الدولية. المعطيات الأولية تشير إلى أن مغادرة الملعب دون ترخيص رسمي من الحكم تصنف كخرق واضح للوائح الفيفا، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة قد تشمل الغرامات أو الإيقافات أو إجراءات تأديبية بحق الأطراف المعنية. هذا الملف ينظر إليه حاليا على أنه اختبار حقيقي لصرامة القوانين الكروية، خاصة في القارة الإفريقية، حيث تسعى الهيئات الدولية إلى فرض انضباط أكبر داخل المنافسات الكبرى. كما أن هذا التطور قد يشكل سابقة تنظيمية جديدة يتم اعتمادها لاحقا لتفادي تكرار مثل هذه السيناريوهات في المستقبل، خصوصا في المباريات النهائية الحساسة التي تشهد ضغطا جماهيريا وإعلاميا كبيرا. إسبانيا والسنغال والجزائر في حالة ترقب أمام صعود المغرب الكروي، واسم لقجع يتحول إلى محور نقاش إقليمي واسع. أصبح اسم فوزي لقجع محور نقاش في عدة عواصم كروية، من مدريد إلى دكار وصولا إلى الجزائر، في ظل التحولات التي يعرفها المشهد الكروي المغربي خلال السنوات الأخيرة. هذا الحضور المتزايد يرتبط أساسا بطريقة التسيير التي يعتمدها المغرب، والتي تقوم على التخطيط طويل المدى وتسريع تنفيذ المشاريع الرياضية الكبرى. في إسبانيا تتزايد النقاشات حول ملف كأس العالم 2030، مع حديث متصاعد عن التقدم الملحوظ في البنية التحتية المغربية مقارنة بوتيرة الإنجاز في بعض المشاريع المشتركة. أما في السنغال فقد أعادت أحداث الكان الأخيرة فتح نقاش واسع حول القرارات التنظيمية والاحتجاجات داخل الملعب وما ترتب عنها من تداعيات قانونية. وفي الجزائر يواكب جزء من الإعلام هذه التحولات بنبرة نقدية، خصوصا مع تزايد المشاريع الرياضية والاستثمارية داخل المغرب، ما يعكس تباينا واضحا في دينامية التطوير بين البلدين. هذا الوضع جعل من المغرب نموذجا يثير الانتباه داخل المنطقة، سواء من حيث الإنجاز أو من حيث تأثيره المتنامي داخل دوائر القرار الرياضي. المغرب يعزز نفوذه داخل كرة القدم العالمية، ومشاريع كبرى تقربه من قلب صناعة القرار الرياضي الدولي. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يواصل المغرب ترسيخ موقعه داخل المشهد الكروي العالمي، مستفيدا من مشاركته الفعالة في ملفات كبرى مثل تنظيم كأس العالم 2030. هذا الدور يعكس تحولا تدريجيا في مكانة الكرة المغربية من مجرد مشارك إلى فاعل مؤثر داخل دوائر القرار الدولي. وتشير المعطيات إلى أن التنسيق بين المسؤولين المغاربة والاتحاد الدولي لكرة القدم يعرف مستوى متقدما، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنظيمية والبنية التحتية، ما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى بمعايير عالمية. كما أن العلاقات القوية داخل المنظومة الكروية الدولية تمنح المغرب حضورا إضافيا في النقاشات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل اللعبة، سواء على المستوى القاري أو العالمي. هذا المسار لا يتعلق فقط بالرياضة، بل يعكس أيضا بعدا دبلوماسيا واستراتيجيا يجعل من كرة القدم أداة لتعزيز الحضور الدولي. وبذلك يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من ترسيخ هذا الدور في ظل تحولات عميقة يعرفها المشهد الكروي العالمي.